الأكلة دي مش بس تحفة وما يتزهقش منها، كمان ما بتاخدش نص ساعة ومفيش حد ما بيحبهاش. أي خضار بتحبوها ينفع. أنا قطعت فلفل ألوان وجزر وبصل أخضر وكرنب. في الريسيبي دي مش هقلي الفراخ، بتطلع أحلى. قطعتها مكعبات وحطيت عليها رشة من ملح كوكس، معلقة كبيرة من الصويا صوص، ورشة فلفل أسود، ومعلقتين كبار من نشا كوكس، معلقة زيت سمسم أو زيت عادي لو مش عندكم. نقلب كل ده مع بعض. صوص النودلز كاتبالكم المقادير بالظبط. هنحتاج صويا صوص وخل وملح وفلفل أسود وريد تشيلي فليكس لو عايزينها سبايسي، عسل أبيض ومية ونشا. ميكس كل ده وفوق هنحط زيت، ننزل بالفراخ. عايزه اقول لكم هتطلع كريسبي جدا وتحفه من النشا اللي حطيناه. اول ما توصل للون ده نشيلها على جنب. في ميه مغليه حطوا ملح كتير كده. عايزين المكرونه تبقى مملحه وهي بتستوي هنحط الوك في زيت، معلقه توم وجنزبيل، تقليبه، وننزل بالخضار نقلب كويس. عايزينه يدبل حاجه بسيطه. نضيف الصوص اللي عملناه ونرجع الفراخ. اول ما المكرونه تستوي نضيفها على طول عليهم، نقلبهم مع بعض. عايزه اقول لكم احلى بكتير من بتاعت بره. وقت التقديم حطوا بصل اخضر وسمسم. بصوا انا مش هقول لكم هي خطيره قد ايه، هسيبكم تجربوا بنفسكم وتشوفوا ان مفيش ألذ من كده.